بمناسبة عيد القيامة ولا أعياد القيامة؟ في كذا عيد. طب بنحتفل بالعيد ده كام يوم؟ 55 يوم ليه؟ انت حاطة دول قصاد قلت لي في 5 عند ربنا بتوع الصيام 55 صوم الصوم الكبير 55 يوم وال50 المقدسة مسمينها ايه؟ 50 ليه؟ عشان هم 50 يوم 50 يوم دول كلهم بص كده ايه في الساعة ربع ساعة تلت ساعة ونمشي ماشي؟ كفاية. ال50 يوم دول كلهم الكنيسة قالت لنا دول عبارة عن يوم حد واحد بس طويل ايه؟ طويل شوية. كل يوم حد اللي فينا مواظب على الصلاة في القداسات يوم الحد يلاحظ كده كل يوم حد تلاقونا نقول لأنك قمت وإيه؟ وخلصتنا حتى في الأيام العادية ما عدا فترة صغيرة اللي هي من أول شهر كياف لحد عيد القيامة دول حوالي كياف توبة تبشير بركات حوالي 5 شهور يعني دول بس ما بنقولش فيهم لأنك إيه؟ قمت. بنبقى بنستعد للميلاد وبعد ميلاد السيد المسيح إيه اللي حصل؟ ابتدى المسيح يخدم كام سنة على الأرض بعد الخدمة اتعرض لإيه؟ للصلب وموت وبعد كده إيه؟ قيامة المسيح. ف50 يوم عبارة عن يوم حد طويل كل يوم بنعتبره حد فبنصلي بالطريقة الفريحي وبنقول لربنا خلصنا لأنك قمت وإيه؟ وخلصتنا. طيب لما احنا بنصلي فرايحي واحنا بنصلي في ال50 يوم دول فرايحي ايه اللي بيخلينا فرحانين؟ لو واحد بيتكلم بطريقة فرايحي يعني واحد ايه؟ فلان بيكلمني فلقيت فلان بيبتسم في وشي يبقى فلان ده ايه؟ ايه الانطباع اللي عنده؟ فرحان. واحد لو زي الرسامي بيضحك يبقى رسامي ايه؟ فرحان مبسوط. تمام. واحد تاني هو بيكلمني لقيته ايه؟ عامل حراوشه كده ومكشر يبقى ساعتي متضايق. احنا بنصلي بالطريقه الفرايحي. احنا الفتره دي مالها؟ الانطباع اللي عندنا ايه؟ فرح. تمام؟ ايه بقى اللي يفرحنا؟ وازاي؟ الحمد لله على السلامة. وازاي تفرح؟ ما في ناس بتفرح اهي. سامعين الزيطة دي؟ دول فرحانين ولا زعلانين؟ فرحانين. ينفع نعمل زيهم؟ ليه؟ مش طريقتنا مش اسلوبنا ما يليقش بينا ان احنا نفرح بالايه؟ بالطريقه دي. دول واخدين اغاني العالم وحاطينها عنده وبيفرحوا عليه. دول فرحانين ليه؟ في حدث معين عندهم فرحانين عشان فتحوا مكان جديد معرفش حنه الكلام ده. تمام؟ احنا بقى ايه اللي يفرحنا وازاي نفرح؟ هقول لكم نص من الكتاب المقدس في إنجيل ماري معلمنا لوقا البشير إصحاح 24 آية 5 وآية 6. إصحاح كام؟ 25. لا آخر كلام إنجيل ماري معلمنا لوقا البشير إصحاح 24 آية 5 وآية 6 بتقول ايه؟ نحفظها مع بعض. قال الملاكان قولوا وراي. قال الملاكان بتقول ايه؟ قول معانا. قال الملاكان قول معانا يا أبناء. قال الملاكان تمام. وهما يبشران
النسوة بقيامة المسيح. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه قام. لوقا كام؟ 24:5-6. ايه اللي يفرحنا في الآية ديت؟ حد يرفع ايده كده ويقول لي ايه اللي يفرحني في الآية ديت؟ حط نفسك انت مثلا مكان حد من التلاميذ او مكان حد من اللي كانوا موجودين، ودي عندنا حد نيح من كام يوم وراح جالنا واحد قال الحقوا ده ما ماتش، ده ايه؟ ده صاح، ده عايش. تعمل ايه اول ما تسمع؟ خاصة لو حد بتحبه يعني. لو سمعت خبر مثلا ان انا ايه؟ انتقلت، تمام؟ ما ان قابلنا معجزة لما انتقل، وبعديها على طول بكام يوم جه حد وقال له ايه؟ الحقوا ده ما ماتش، ده انا شفته. تعمل ايه؟ ابسط حاجه هنسال نقول ايه؟ ما جاش خلاص، ما احنا دافنينه ايه؟ سوا، صح؟ معانا ارسلي سمعنا عن حد انه مات وبعد 3 ايام ايه؟ واحد جه جالنا المقام، هنعمل ايه؟ في ناس هتقول لا يا عم قومي ده فلان اللي بيقول ده دماغه ايه؟ تعبانه، في حد بيموت ويقوم، ده رقم 1. رقم 2 اللي فينا هيصدق هيعمل ايه؟ يجري يفرح ويجري يروح يشوف الايه؟ المكان اللي عايز يتاكد بعينيه. فاول حاجه تفرحنا كان في حد احنا بنحبه وما زلنا بنحبه طبعا، هو المسيح. كان ايه؟ ميتا فايه؟ فعاش. الجمله دي اتقالت على مين؟ وفرحوا على الابن الشاطر، تمام؟ اول ما جه واحد من الخدام بتوع البيت، خدامين في البيت، جاب البيت كله ان ده السيد بتاعنا الصغير اللي مشي من كام سنه وخد الفلوس وضيعها، ده ايه؟ رجع ما ماتش. كانوا مستنيين، قعدوا يلوموا فيه انك مشيت وبهدلت الفلوسات والكلام دوت، ولا عملوا ايه؟ الاب قال للاخ الكبير ينبغي ان نفرح او نصاب. لا نحزن ازاي؟ نفرح او نحزن؟ ينبغي ان نصاب لان اخوك هذا كان ميتا فعاش. ففرحة اول حاجه تخلينا نفرح ان في واحد احنا بنحبه مات وعرفنا انه ايه؟ انه قام من بين الاموات، تمام؟ ده رقم ايه؟ رقم كام؟ 1. طيب رقم 2 نقول آية تاني. الأولانية كانت كام؟ لوقا 24 آية 5 وآية 6. أول حاجة تفرحنا إن كان في واحد إحنا بنحبه ميت وإيه؟ وقام من بين الأموات. الحاجة التانية بيقولوا لنا كده ايه؟ ولكني سأراكم. معانا؟ حاجة الثانية ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. تقولها مع بعض، ولكني سأراكم. نقول مع بعض ولكني سأراكم. نقول مع بعض ولكني سأراكم. معانا؟ ولكني سأراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم.
ايه اللي يفرحنا في الايه دي جابها المسيح في انجيل يوحنا 16 22. يوحنا كام؟ يوحنا كام؟ 16 22. يوحنا كام؟ 16 22. جابها المسيح لتلاميذه. ايه اللي يفرحنا في الايه دي؟ او يفرحنا منه؟ ايه اللي يفرحنا؟ محدش هيقدر ينزع الفرح منه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه في العهد القديم، خدوا بالكم العهد الجديد فيه شويه مفاهيم اتغيرت عن العهد الجديد، وشويه طباع فينا اتغيرت عن العهد الجديد. في العهد الجديد كان في واحد فيه روح الله، واحد فيه روح الله، ولما ابتدى يخطئ وبعد عن ربنا يقول الكتاب عنه كده انه تركوا روح الله وبغته روح شرير. يعني روح ربنا سابه وابتدى يسكن فيه روح ايه؟ شرير. الكلام ده بيحصل في العهد الجديد؟ لا. حد عارف طب مين اللي تركوا روح الله وبغى روح شرير؟ ممتاز. ده كان احد الملوك زمان في العهد الجديد. الروح القدس كان يحل على 3 فئات: الكاهن بتاع العهد الجديد، والنبي بتاع العهد الجديد، والملك بتاع العهد الجديد. طب وباقي الناس؟ لا، ما يحلش فيهم الروح القدس. وده من ضمن الحاجات اللي اتغيرت في العهد الجديد. العهد الجديد ايه اللي بيحصل؟ يجي اي ولد منكم او اي بنت منكم تتعمد على اسم المسيح فتلبس المسيح، ويسكن روح الله جوه كل واحد فينا. حتى لو عمل الخطيه لا يترك روح الله. روح الله يحزن في داخله ممكن او لا يعمل معه، لكن ما يسيبهوش. في العهد الجديد حاجه حلوه جدا تفرحنا، حاجه حلوه جدا تفرحنا، ان محدش هيقدر ينزع فرحكم منكم. بالقيامه قدرت الخطيه الجديه اللي انا وارثها عن ادم وحواء تنتزع مني في المعموديه، ويسكن مكانها روح ايه؟ روح الله. وافضل دايما ماشي في حياتي كلها وانا ساكن فيها ايه؟ ساكن فيها روح الله. برافو عليك. والروح ده لا ينتزع مني حتى لو عملت الخطيه. اجدد روح الله بالتوبه والاعتراف. يبقى الحاجه الاولانيه اللي تفرحني واحد ان كان في حد ايه؟ بحبه مات وايه؟ وبفرمل بين الاموات. الحاجه الثانيه اللي تفرحني اني محدش هيقدر ينزع الفرح بتاعي مني. ده رقم كام؟ رقم 2. اخر نقطه وكفايه عنكم. ماشي؟ قديس يوحنا الرسول يقول ايه؟ يقول الذي رأيناه بعيوننا. تاني، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته ايه؟ ايدينا. قيامة دي حقيقية ولا فيلم كده؟ ليه؟ في ناس شافت، والحد اللي فات في واحد شك وربنا ايه؟ ظهر له عشان يشوف بعينه. طب احنا ما شفناش، احنا كان الجيل بتاعنا ده ما شافش. طوبى الذين امنوا ولم يروا. ايوه، بس في ناس زينا تحت الضعف عملت خطيه وجدت بالتوبه شافت ونجدت ليا. عارفين كم واحد شاف القيامه او شاف المسيح بعد القيامه؟ في مره كان فيها ايه؟ اكثر من 500 اخ، اكثرهم باقي. ساعه لما القديس بولس الرسول كتب رساله الرسائل بتاعته بيقول اكثرهم كان موجود في العصر اللي هو فيه.
ده في مرة تاني ظهر للتلاميذ، مرة تاني ظهر لمريم التلميذية على وسط وحديهم، مرة تاني للنسوة مريم المجدلية. ففي أكتر من واحد. بتقولي إيه يا تسويق؟ 7. أيوه. في أكتر من واحد شاف بإيه؟ شاف بعينه. مش ممكن اللي أكتر من 500 واحد دول كلهم يتفقوا مع بعض إن إحنا نقول إيه؟ إن المسيح قام. إيه اللي يفرحنا هنا؟ يقول القديس بطرس: نحن الذين أكلنا وإيه؟ وشربنا معه بعد قيامته من الأموات في أعمال 10:41. إيه اللي يفرحنا في الحتة دي؟ فرحنا في الحتة دي إنه زي ما المسيح مات وإيه؟ وقام، إداني أنا الإمكانية دي. يعني في العهد القديم ما كانتش الإمكانية دي موجودة. كل اللي بيموت كان بيروح فين؟ الجحيم. ما كانش بيروح السماء. كان بيروح مكان انتظار الأشرار، حتى لو بار، يعني حتى لو شخص كويس. أي في العهد الجديد كان كله بيترمي فين؟ في الجحيم. ليه؟ ما خلاص كده احنا كلنا موجودين في الخطية. كلنا طبعنا الطبع الفاسد. فأنا بجيت حلو، بجيت بار، بجيت كويس، بجيت وحش، كده كلنا فين؟ في الجحيم. طب ليه الناس كانت بتبقى حلوة؟ يعني ليه كان في ناس حلوين؟ ليه كان في أنبياء؟ ليه كان في ملوك حلوين؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وكل الناس الحلوة دي، ويوسف اللي اتعرضت عليه الخطية وزوغ من الخطية، هرب منها. ليه الناس دي كانت بتبقى حلوة؟ ما دام أنا كده رايح الجحيم. إيه؟ على رجاء القيامة. تعال خد 5 جنيه. تدريس 10. طب خد 5 دلوقتي و5 مرة تانية. على الباقي 5. اكتب عليه على رجاء القيامة. يعني إيه؟ كان مصدق إن في قيامة جاية، إن المسيح هيتجسد. إن ده كان الإيمان. المسيح هيجي ويتجسد ويصلب ويموت ويدخل القبر، وفي 3 يوم إيه؟ يقوم. على رجاء القيامة كان بيبقى حلو. طب تخيلوا إحنا بقى في العهد الجديد، ده إحنا مش على رجاء القيامة، ده إحنا إيه؟ عيننا القيامة في تلاميذ المسيح. عيننا القيامة يعني شفنا القيامة في الناس اللي شافها. فهل ينفع في العهد الجديد ده مبقاش فرحانين بالقيامة، مبقاش فرحانين بالتوبة بتاعتنا؟ تالت حاجة تفرحنا إن الله أعطاني، إداني إمكانية القيامة من الخطية وإمكانية القيامة بعد المجيء الإيه؟ التاني. تعالوا كده نراجع ال3 نقط دول بسرعة ونختم. بس قبل ما نختم أقول لكم على قول القديس أثناسيوس الرسول. بس حد يفتكر معايا. حد يفتكر معايا 3 نقط. نعم. اتفضل. اتفضل يا جماعة. قلت لي اسمك ايه؟ قول. ايه اللي حصل؟ يا رجالتنا. احنا في خميس العهد بنحتفل بتأسيس سر الإفخارستية بعد العشاء بتاع اليهود. بس كان اسمه عيد الفصح. عيد الفصح ده كان بيجيبوا خروف
بس عشان المسيح يقول ايه؟ ده اللي انتوا كنتوا بتكفروا بيه عن خطيتكم في العهد القديم، انا هكون مكانه. ويحل المرموز اليه اللي هو المسيح اللي هو الاصل مكان الرمز، ده كان رمز في العهد القديم. عشان المسيح يقول انا هبدا بدل الحجر الرمزيه دي. تمام. نحفظ القول ده مع بعض. العيد، نحفظ مع بعض. العيد العيد الناحيه اللي دي مش بتقول العيد لا يعني التمتع بأكل اللحوم والملابس الفاخرة، ولا هو أيام للطرف. طرف يعني إيه؟ الترفيه والخروجات واللعب والكلام ده. إنما تكمن بهجته بصوت عالي، بهجته في معرفة الله وتقديم الشكر والحمد له. مين اللي قال القول ده؟ قديس اثناسيوس الرسولي، لقبه حامل ايمان. تاني تقول ايه؟ العيد، صوت عالي، العيد لا يعني التمتع بأكل اللحوم والملابس الفاخرة، ولا هو أيام للطرف، إنما تكمن بهجته في معرفة الله وتقديم الشكر والحمد له. يعني ما نفطرش في عيد القيامة، لا نفطر، بس ميبقاش كل هدفنا ان احنا ايه؟ نستمتع بالاكل والشرب واللبس والخروج وهو ده العيد بالنسبه لنا. لا، العيد بالنسبه لنا ايه؟ زي ما القديس اثناسيوس قال ان احنا لازم في العيد ده نقول ربنا شكرا ونحمد ربنا على هذه الايه؟ العطيه او النعمه. في العيد كل الناس بتجيب لبس جديد، وفي العيد كل الناس بتفطر بتاكل، بس مبقاش هو ده العيد بس. لا، البس وكل براحتك، بس مبقاش العيد بالنسبه لك انا اسف اصل احنا في عيد فنشتري معرفش ايه ونشرب ايه تمام؟ طيب تعالوا نراجع كده الثلاث نقط دول ونختم. الآية الأولانية كانت موجودة فين؟ الولاد. لوقا 24 5 و6 معانا؟ لوقا كام؟ 24 5 و6 بتقول إيه؟ بتقول قال الملكان وهما يبشران النسوة بقيامة المسيح لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه إيه؟ قام. أول حاجة الشباب. راح فين؟ طب رد على السؤال ده وخش رد على التليفون. أول حاجة تفرحنا واحد كنت بحبه وما زلت طبعا بحبه، كان إيه؟ ميت ودلوقتي عايش. برافو عليك. تعالى خد 5 عشان ده هو الوحيد اللي جاوب في وسط 5 6 دول. ضرب لك 5. برافو عليك. تمام، بس مش جديدة معلش. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الشاهد بتاعها فين؟ يوحنا 16 كام؟ 22. جاب ايه القديس يوحنا؟ على فم المسيح. المسيح بيكلم تلاميذه بيقول ولكني سأراكم فتفرح. ده السؤال للبنات. تاني ولكني، قولوا ورايا، ولكني سأراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منه. إيه اللي فرحنا؟ محدش يقدر ينزع فرحنا مننا. يعني إيه محدش يقدر ينزع فرحنا مننا؟ يعني في العهد الجديد روح الله ساكن فيا، حتى لو عملت خطية مش هيسيبني
زي في العهد القديم. الشباب رقم 3. ايه اللي يفرحنا تاني؟ يقول لنا القديس يوحنا كده: الذي رأيناه بعيوننا شاهدناه لمسته أيدينا. سلموا عليه يعني. وفي سفر الأعمال يقول إيه؟ نحن الذين أكلنا وشربنا معهم بعد قيامته من الأموات. إيه اللي يفرحنا في الآية ديت؟ إيه اللي يفرحنا في الآية ديت؟ إنه أعطانا، برافو عليك، مش هقدر أديلك 5 جنيه تاني، هبدلها لك 1 جنيه. أعطانا إمكانية القيامة زي من حاجتين أو قيامتين: قيامة من الخطية، لما أعمل خطية وأقدم عنها توبة أرجع تاني نضيف كأني طالع من المعمودية، واداني إمكانية القيامة في الحياة الإيه؟ في الأبدية، لما تيجي الدينونة والمجيء الثاني أعطانا الإمكانية دي إن إحنا إيه؟ نقوم من بين الأموات. مين يسمع لي ال3 ياخد 5 جنيه جديدة؟ طب 10 جنيه جديدة. بس يقول ال3 أقولهم تاني؟ طيب هعيدهم بسرعة وحد يقف يقولهم. إيه اللي يفرحنا؟ إيه اللي يفرحنا في القيامة؟ رقم 1 جابها لنا القديس لوقا في إصحاح 24 آية 5 وآية 6، لما الملاك راح يبشر النسوة قال لهم: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه إيه؟ قام. إيه اللي يفرحنا؟ كان في حد أنا بحبه وكان ميت وإيه؟ وقام من بين الأموات. ده رقم 1. رقم 2 جابها لنا القديس مين؟ يوحنا، القديس يوحنا، القديس يوحنا 16:22 يقول كده: ولكني سأراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. فتاني حاجة تفرحني إن الفرح بتاعي ده محدش بقيامة المسيح يقدر ينزعه مني. حتى لو عملت الخطية الروح القدس ساكن جوايا، أقدر من خلال الدول والأطراف أفضل فرحان على طول. رقم 3 سأراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. ده رقم 2. رقم 3 يقول لنا كده القديس يوحنا في الرسالة الأولى: الذي رأيناه بعيوننا شاهدناه لمسته أيدينا. في سفر الأعمال يقول لنا كده: نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. اللي يفرحني هنا، اللي يفرحني إنه اداني إمكانية القيامة، قيامتين: قيامة من موت الخطية، أول ما قدم توبة واعتراف أرجع زي الأول كأني طالع من المعمودية، وإمكانية القيامة في الحياة الأبدية. مين بقى يا صاروخ؟